لفترات طويلة رغم وجوده كلاعب وسط مدافع. رحلة إينو مع كرة القدم داخل المستطيل الأخضر استمرت، بس المرة دي مع مصر للمقصة. بعد رحيله عن صفوف مصر للمقصة والانتقال لحرس الحدود، فضل إينو حافظ على هوايته في التصويبات القوية، وسجل في مرمى الأهلي المرة دي عشان يعادل الأمور بهدف في مرمى الزمالك وهدف تاني في مرمى الأهلي. الرحلة استمرت مع طلائع الجيش ثم فاركو، ورحلة قصيرة جدا مع راس الخيمة في الإمارات عشان يقرر إينو اعتزال كرة القدم، واللي حقق فيها بطولات ونجاحات عظيمة وكبيرة زي التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2006 والفوز بالدوري العام 5 مرات وكأس مصر مرتين ومرة بدوري أبطال إفريقيا وطبعا مرة بالسوبر المصري. تحية كبيرة للنجم الكبير المعتز بالله إينو. كابتن معتز مشرفنا ونورنا في أشطوخ، وحابب تقول ايه النهارده لجمهور الاشطوخ اللي جاي النهارده يشوف نجومنا الكبار ويتابع حضرتك النهارده في تواجدك للمره الاولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود هنا في البلد المحترمه، سعيد بحسن الاستقبال والاستضافه، وحاسس والله ان انا في وسط اهلي وقرايبي، مش بقول كده كلام وخلاص. سعيد بالدعوه، وبتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، وبتمنى ان شاء الله اللي هي تبقى دوره كالعاده مهمه ومحترمه ومفيده ويطلع منها نجوم كبار ان شاء الله. بتمنى لكم كل توفيق ودايما في تقدم، وكل اعضاء مجلس الاداره والناس المحترمين الطيبين اهل اشطوط كلهم دايما نشوفهم بخير، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. معتز، كلمة أخيرة، بصفتك لعبت للأهلي والزمالك وقليلين جدا في الكرة المصرية اللي لعبوا للفريقين، عايز رسالة منك لجمهور الزمالك ورسالة لجمهور الأهلي. لا والله الاثنين حبايبي، وانا بتشرف ان انا لعبت في اكبر ناديين في مصر سواء الاهلي او الزمالك. هنا خدت بطولات وهنا خدت بطولات، ومن خلال الاثنين رحت منتخب مصر. فاهم حاجه لعيب الكوره في الاول وفي الاخر السمعه والسيره هي اللي بتدوم. كلنا بنبطل، نجوم كتيره بتبطل، زي ما بقول لك اهم حاجه اللي انت طلعنا، اهم حاجه حب الناس سواء من هنا او من هنا. اي نعم الزملكاويه زعلانين والاهلاويه فرحانين، بس هي دي كره القدم وهو ده الاحتراف. لكن طبعا الاثنين شرف لاي حد اللي انت تلعب للاثنين، وانا كنت من الناس المحظوظين اللي لعبوا للاثنين. شكرا لنجمنا الكبير كابتن معتز إينو. ننتقل